دلوقتي معانا على التليفون ايه عشان تحكي لنا كده قصتها مع الانواع اللي على الفيسبوك. ازيك يا ايه؟ اهلا. ازيك يا ايه؟ عامله يا ايه؟ ايه عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيكم؟ كله تمام. احنا زي الفل تمام. اخبارك ايه مع الفيسبوك والانواع بقى اللي في حياتنا دايما اللي احنا بنشوفها، اللي احنا عمالين نتكلم عنها واللي هم ماليين العالم حوالينا، ممكن نكون حد منهم عادي. انا ممكن اكون حد منهم برضه فعلا. بتكلم عن بقى على الناس اللي دايما هي حياتها كلها على الفيسبوك. ازاي بقى راحوا فين؟ دايما على الفيسبوك رحنا فين، جينا منين، اكلنا ايه النهارده، نزلوا الاكل، خرجوا في مكان، نزلوا كل حاجه حياتهم كلها عايشينها على الفيسبوك. تشيك-انز على طول في كل مكان في العالم. على طول كده هم عايشين حياتهم، اكل شرب كله ننزل على الفيسبوك. انا بعمل كده احيانا يعني، بس مش على طول الصراحه. بس احنا مش لازم برضو يعني بنقحم الناس كلها جوه حياتنا، وفي الاخر يجي يقول لك يا جماعه، يعني مثلا في ناس، انا بالنسبه لي بدام انا خلاص عرضت حاجه على الفيسبوك وعملت لها شير بحاجه حتى لو شخصيه ليا، يبقى انا كده فتحت للناس مجال ان هم يعلقوا سواء بقى بالايجاب او بالسلب، لان الناس بعد كده بتبتدي تتضايق. ما نجيش بقى نلوم الناس، ان الناس هي اللي بتطلع في حياتنا، والناس هي اللي بتتابعنا. يا جماعه انتوا اللي عايزين الناس تتابعكم اصلا. طب ايه رأيك دايما في الناس اللي مثلا بتكتب حاجة ان هو تعبان، او يصور رجل ابنه مثلا وهي لا قدر الله محروقة، اعمل ايه؟ حاجة فيه فالناس بتقول له انزل روح للدكتور، ده الطبيعي، انما هو بيصور ومستني بقى الفيدباك من الناس ان هي تعالج ابنه على الفيسبوك. طيب لا، حاجة غريبة فعلا. لا، واوقات كمان لو حاجة حصلت له، او لو هو في المستشفى او حاجة، يتصور وينزل على طول. طب ايوه يعني الناس هتعمل لك ايه؟ طب اتعالج طيب. ايوه هو في ايده كانيولا. يعني انا عندي مشكله دايما ان هو بيبقى هو المصاب، وهو اللي بيصور، وهو اللي بيحطها عنده يعني على الفيسبوك، مش مثلا واحد صاحبه صوره، لا هو مثلا بيبقى مثلا حاطط الكانيولا دببها في دراعه ومصور نفسه ويكتب يا جماعه قدر الله ما شاء فعل. يعني هو دايما يحب الافوره في حياته ويدخل الناس فيه، وبيتضايق ان الناس بتقول عليه ان هو بيأفور. او لو حصل حاجه بسيطه كده بالعربيه او حاجه، يصور العربيه وينزلها، والحمد لله ربنا ستر. ربنا ستر. دي دايما موجوده، بس دي حركات بقى يعني. دايما برضو البنات بالنسبه لنا في الحته دي بتبقى اكتر دراما. طبعا في ولاد دراما كبيره قوي على الفيسبوك يعني، بس في بنات مثلا تلاقي البنات اكتر بقى. تلاقي البنت كاتبه الحمد لله ووش زعلان، طبعا بتلاقي بقى الولاد كلهم داخلين يتطوعوا بقى، اللي بيتطوع بالدم وبالكلى وبيتبرع بقى كل ما يملك في حياته، وهي كلها في كل ده هي اتقمصت من زميلتها. يعني هو دايما بيبقى فيه الافوره بتاعت الحمد لله على كل شيء وما حصلش اي حاجه. واحده تنزل يا رب سترك خير ان شاء الله، او دعولي وما تعرفش. طب ندعيلك على ايه بالظبط؟ طب ادعي لنفسك وخلي حد في البيت يدعيلك، ومش لازم تنزلي على الفيسبوك. صح. ادعي واستر يا رب، او مش زعلان كده. طب انت مين من صحابك يا ايه، مين من صحابك حسيتي ان هو دايما يعني عارف عنك كل حاجه، بس في نفس الوقت ما فيش اي انتر اكشن؟ عارفه اللي هو اللي ما بينزلش اي بوست على الفيسبوك، اللي ما بيعملش لايكس، بس لما تيجي تكلميه في حاجه يقول لك انا عارف ان انت كنت في المكان الفلاني، او عارف ان انت مثلا اتخطبتي اتجوزتي خلفتي. او مثلا اكون منزله حاجه وبعديها مثلا بفتره انا شفت كذا وكذا، وتبقى متابعاني. طب اعملي لي اي حاجه، قولي لي ان انت متابعاني. يعني دايما انت شفتي حاجه عندي دي عندنا، بس دي عندنا احنا بقى في الشباب اكتر. يعني انا بعاتب صحابي دايما لما انزل بوست وماليش صاحبي عمل لي كومنت وضحك مثلا، واللي هو بالكابيتال، ودايما دي عندنا ان احنا بنعاتب بعض دايما لما نيجي نشير حاجه، والفيديو مثلا انا اعمل له فيه تاج، لو هو ما ادانيش رايه فيه هو بيتلام، وبعد كده بيتمنع من منشناتي بعد كده. عندك برضو الحته دي؟ عندي بقى ايه يعني، لما اكون مش شايره حاجه وبعدين حد يدخل يكلمني شات خاص يعني. طب يعني ممكن يقول لي كومنت بس مش على الفيسبوك. بيبدي رايه بس يعني في السر مش في العلن، مكسوف يعمل الكومنت بره. انا مش منزله السايت. طب انا كان ممكن اسالك على كده ولا على الماسنجر وخلاص، بس انا حاطاها على الفيسبوك رندي عاملاها مع كل الناس يعني. ايوه بالظبط. اوكي بالظبط كده. نورتينا يا ايه، ميرسي جدا. ميرسي يا ايه، نورتينا. باي باي. جدا انتوا عسل قوي. ربنا يخليكي. ميرسي جدا يا ايه، ميرسي جدا، نورتينا.